السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وهنعمل معاكم طريقه الكب كيك سنيكرز، حاجه خاصه كده المدارس والاطفال، حاجه ان شاء الله هتعجبكم، حاجه تحفه. دلوقتي يا جماعه هنجيب طاسه كده ناشفه كده ما فيهاش ميه، وهنحط فيها نص كوبايه سكر كده ابيض. هكتب لكم المقادير بجرامات في صندوق الوصف، يعني حدود 170 جرام سكر. والطاسه بتاعتي على نار متوسطه، ونحط السكر يتكرمل معانا. وبعد ما يتكرمل كده يبتدي ياخد لون الكراميل. بنهز في الطاسه كويس كده يا جماعه عشان يبتدي يتجانس السكر مع بعضه ويبتدي يسيحوا ياخد اللون بتاعنا. اول ما يسيحوا مع بعض وكده بنقلب كده مع بعض كده بالمعلقه بالاسباتيول، تكون معلقه ناشفه ما فيهاش ميه. طبعا انا ما حطيتش ميه في الاول عشان الميه يا جماعه بتسكر السكر، فكده من غير ميه تمام كده يكون حلو. طبعا خد اللون الكراميل بتاعنا وساح بقى حلو. هنحط بقى ننزل ب 80 جرام زبده، نص كوبايه الا معلقه، 80 جرام زبده بدرجه حراره المطبخ، ونقلبها حلو اي نوع زبده حضرتك بتفضليه. وبعد كده هننزل بالكريمه اللباني. الكريمه اللباني بتبقى دافيه يا جماعه، بتبقى سخنه في حدود ال 120 جرام، في حدود نص كوبايه كريمه لباني دافيه. تمام. وبعد كده نقلب تقلبتين، نحط السوداني بتاعنا، نص كوبايه سوداني مجروش كده، ونقلبها تقلبتين، ونحط رشه الملح ونقلبهم برضو تقلبتين. وبعد كده نطفي النار ونركنهم لغايه ما نيجي نستعمله. تمام كده خلص. نقول بقى المقادير بتاعتنا بتاعه الكب. معانا دلوقتي يا جماعه بيضايه واحده هتعمل معايا 12 كب. معانا 140 جرام سكر، ومعانا 100 جرام زيت، ومعانا 90 جرام لبن، ومعانا 110 زبادي، ومعانا 160 جرام دقيق، ومعانا 30 جرام كاكاو اسباني نوع نضيف من غير سكر. وطبعا معانا 5 جرام كربونات الصوديوم اللي هي بتاعه الطعميه. ما نكترش كربونات الصوديوم، هي نص معلقه صغيره يا جماعه، حدود ال5 جرام. طبعا يا جماعه انا هشتغل بنص المقادير دي، هعمل نص بضايه، هعمل 6 كب كيك. انا مقادير لكن هكتب لكم المقادير اللي هي بضايه واحده تعمل 12 كب. طبعا حطيت الزيت وحطيت السكر وحطيت البيض وضربتهم حلو مع بعض وتخافقوا ولونهم بقى فاتح وحلو. نزلت باللبن والزبادي وقلبت تقلبتين. ودلوقتي زي ما حضرتك شايفه هنحط الدقيق والبيكنج باودر والكربونات، ونص معلقه كربونات والصوديوم، وهنحط كاكاو اسباني من غير سكر نوع نضيف. نقلبهم مع بعض عادي بالمضرب السلك عادي، مفيش خلاط، مفيش مضرب كهرباء عادي. نقلبهم كويس كده مع بعض زي ما حضرتك شايفه الخليط بقى سائل وحلو. نجيب كيس كده من اكياس الكريمه عادي، ونجيب كوبايه ونصب فيه الخليط اللي هو الكب. وبعد كده هنجيب صينيه الكب. انا عامله كده بنص بضايه هيعملوا 6 كبات. تبقى سهله عن الكيس بقى. هنصب كده بطريقه سهله وبسيطه كده يا جماعه زي ما حضرتك شايفه، ونملى 3/4 الكب. طبعا ده حضرتك انا هزوقه بالكريمه وكده. لو حضرتك بقى تاخديه للمدارس حضرتك ممكن تديلهم محشي كده من غير كريمه، عشان ما يبهدلهمش وهم رايحين واخدينه مع المدرسه. يعني مش هتزوقيه بالكريمه الشانتيه، او لو زوقتيه سوي حاجه بسيطه. هندخله الفرن في حدود في الفرن في الرف الاوسط 180 درجه. خد معايا 25 دقيقه. طبعا بعد ما طلع حطيت الخله الخشب نضيف معاه، يعني طلعت الخله نضيفه ما فيهاش اي سوائل، تبقى استوت تمام. لو لسه ما استواش طلعت فيها حاجه يعني سوائل، تبقى لسه ما استوتش. دلوقتي الكب بتاعي دلوقتي بفرغ بقى الكب بتاعي عشان هحشيه دلوقتي الكراميل بتاعي. جبت كده حاجه زي كده زي بلبله كده، عارفين اللي هي البلبله بتاعه الكريم شانتيه، ممكن تقطعوا بيها اي حاجه كده تكون صغيره، تقطعوا بيها الكبات، تفرغوا بيها الكبات. طبعا الكبات دي انا مش هرميها، انا هستخدمها بعد كده، هقول لكم اعمل بها اللي هي بتاعه الكب يعني. طبعا جبت نص كوبايه شوكولاته، وجبت كده في حدود 3 معالق لبن، وسيحتهم على حمام بخار. دلوقتي هحطهم على الكريمه. ارجعوا الفيديو الجنش يا جماعه على في التورته، انا كنت عامله تورته عيد الميلاد وعامله طريقه الجنش، سيحته في حمام بخار يعني. دلوقتي الكريم شانتيه حطيت دلوقتي الكريم شانتيه بتاعي عباره عن 100 جرام كريمه شانتيه، و25 جرام سكر بودره، و175 ميه متلجه. ضربتهم حلو مع بعض زي ما حضرتك شايفين كده والخليط متماسك. هنزل عليه بصوص الشوكولاته اللي انا حطيته، اللي هو 60 جرام شوكولاته و25 جرام حليب اللي انا قلت لكم عليهم، وسيحتهم على حمام طبعا على حمام بخار. طبعا بقلب الخليط بتاعي زي ما حضرتك شايفه كده خليط بقى لونه بني وجميل ومتماسك. بقلب لك الحله يعني مش بينزل ولا حاجه، جميل. طبعا الكب بتاعي اهوت، انا بسلكم الورق بتاعه بطريقه سهله وبسيطه. جربوه يا جماعه ان شاء الله يعجبكم. طبعا قلت لحضرتك لو هتدي الاولاد معاهم في المدرسه مش لازم تسوقيه بالكريم شانتيه. احنا بس دلوقتي بقى هنحشيه، تديهولهم حتى هو محشي بالتوفي بتاعنا دوت اللي هو كراميل. وبعد ما تحشوه لهم تروحي حاطه الغطا اللي انت طلعتيه اللي هو القلب الكب،
تحطيه تاني ترجعه لهم، عشان انت لو هتديهولهم معاهم في المدرسه. لكن لو في البيت عادي بتديهولهم بتزوقيه بالكريم شانتيه وتعمليه نفس طريقتي. ما هو مغذي جدا للاطفال وحلو قوي هيعجبه. طبعا شايفين الكراميل بتاعي بينزل بكل سهوله ازاي. انا حطيته طبعا في الكيس اهوت. جميل جدا، طريقته جميله وسهله جدا. طبعا بغطيهم بقى بالكريم شانتيه زي ما حضرتك شايفه. وطبعا الكريم شانتيه ده الكبات دي هخلصها احطها في التلاجة ساعه تتجمد، الكريمه بتاعتي تتجمد. وبعد ما بتطلع يا جماعه بديها بقى 100 جرام شوكولاته حليب عليهم 20 جرام زيت، وهو ادوبهم في حمام بخار. وبعد ما يدوبوا او لو كده بديلهم ممكن 3 معالق نوتيلا كبار وتدوبهم في حمام بخار مع معلقتين زيت يدوبوا، وتروحي نازله عليهم بمعلقتين فول سوداني ناعم محمص طبعا وبارد. هنقلبهم مع بعض كده زي ما حضرتك شايفه اهوت. وكنا طلعنا بقى طبعا هحطهم في كيسه. وطبعا هنطلع الكب بتاعنا من التلاجة، احنا ريحناه ساعة في التلاجة اتجمد. هنزوق بقى بيه اهو يا جماعة. شايفين وانا بنزله ازاي على الكب، والكب بتاعي طالع من التلاجة بياخد صدمة بقى في بيكمت. تحفة بجد يا جماعة، جربوه هيعجبكم ان شاء الله. ما تنسيش حضرتك لو لسه بتتفرج عليا تعملي لي لايك واشتراك في القناة، وتقولي لي في التعليقات الكب كيك عجبك ولا لا. شايفين يا جماعه انا بنزله ازاي؟ شايفين حاجه تحفه. ادي كور الشوكولاته بتاعتي انا طلعتها من الكب اهي. القوالب انا طلعتها من الكب عملتها كور اهي شوكولاته روشيه جميله جدا بجد تحفه. جربوها يا جماعه وان شاء الله يعجبكم. اه يا جماعه شايفين شكله. هقطعه بقى واوريهولكم. عايزه اقول لك بقى ما تنسيش تعملي لايك كده واشتراك في القناه، ولسه بتتفرج عليا جديد تشترك معايا في القناه وتفعلي الجرس. شايفه يا جماعه، وتكتبوا لي كومنت. حاجه تحفه جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.